اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي بس فود. عملنا الكاتشب بكذا طريقه، وتعالوا كده نعمله بطريقه لذيذه جدا وسريعه وينجز معاكي. عندي ايه حبوبه بقى، بصوا، حته صغنطوطه كده من الفلفل الالوان، خلاص الاحمر. ولو ما عندكيش مفيش مشكله، بس هو بيدي تسكيره حلوه قوي. وبصوا ولا واخده بذور ولا حاجه. وعندي طماطم يا جماعه، زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي، انا بشيلها زي ما هي كده، يا اما تغسليها وتسيبيها تتصفى وبعد كده تشيليها في اكياس كده زي ما هي، او انك تحطيها كده تجيبها من عند البياع زي ما هي بكل اللي فيها كده، وتقومي حطاها في اكياس وتطلعيها بقى. بصوا انا حطاها في ايه، بحطها في ميه واغير عليها الميه مره واتنين وتلاته، منها انها تفك، ومنها في نفس الوقت ان هي ايه عشان ما تكسريش خلاط، والله لسه مصلحها. المهم، ومنها كمان عشان ايه تنضف معايا. ليه بقى بتعملي الحركه دي؟ اولا ستيل كل، بصي بقى لما بتعملي الحركه دي، بصي مجرد بقى الطماطم تطلع معاكي، اي حاجه بقى، اي القشره اللي بيبقى فيها اي شوائب او اي حاجه بتطلع، ويفضل معاكي اللحم. بدل بقى ما نعمل الكاتشب ونرجع نصفيه، هشيل بقى القشره بتاعتهم كلهم واحطهم في شفشق الخلاط. وتعالوا نشوف الخطوه الجايه. حطيت اهو الطماطم عندي وحته الفلفل، وايه اللي انت حطيتيه ده كمان، عايزه اقول لكم ربع حته بنجرايه. تمام، بتدي كده لون احمر حلو قوي. تمام كده معايا، او ممكن تحطي معلقه بابريكا، بس الصراحه البنجر احسن. طب اقول لكم بقى على فكره احلى واحلى، وما تضحكوش عليا، انا اكلت البنجرايه وده القشر طبعا مسلوقه بقشرها عشان استفيد من كل حاجه فيها ومن الميه بتاعتها، وباخد القشر بقى بضرب معاه عشان يطلع احلى كاتشب. تعالوا بقى نضرب الكلام ده. بصوا اللون قمر ازاي، البنجر برضه فرق معاه. تعالوا بقى نحط حوالي 3 معالق كبار من السكر. تمام، ولو بتحبيه سبايسي طبعا تقدري تضيفي ايه فلفل حامي، بس انا بصراحه كنت محضره بس ضميري انبني، محضره عشان الولاد كان حرق قوي، بس كنت حاطاه مع البنجرايه، بس ضميري انبني يعني. المهم الام برضه. وهنزل بقى دلوقتي معلقه كبيره من النشا. خلي بالكم كل ده على البارد، انا ما فتحتش لسه النار ولا عملت اي حاجه. وهجيب بقى معلقه بس كبيره تنزل كده كفايه. وهجيب بقى رشه ملح عشان يبقى كده عندي رشه صغيره ملح والسكر والنشا بتاعتي. وارفع بقى الكلام القمر ده على النار. بالمناسبه الطماطم من غير ولا نقطه ميه، تضرب من غير ولا نقطه ميه، وما صفيتهاش. بصوا زي ما انتم شايفين كده بيور زي الفل، لان مفيش القشر بتاعها، فاهمين قصدي؟ بصوا بقلبه من قبل ما احطه على النار. تمام، وايديا فيه على طول. عايزه اقول لكم ان انا سبته مثلا ايه دقيقتين 3 دقيقة كده، بقلب دقيقة بإيد وأجري بسرعة، شطفت الخلاط وروقت المكان. مبحبش بصراحة أسيب أي حاجة إيه حواليا وأقول لما أخلص، يعني دقيقة وبرجع، دقيقة وبرجع. بصوا قوام ابتدى يتقل، النشا طبعا والسكر ريحته حلوة قوي، وطعمه إن شاء الله هيعجبكم، سهل وبسيط ومن غير أي تعقيد، وكله خطوة بسيطة جدا. بصوا جمال، بعد بقى ما تبدأ تبقبق كده بتسيبيها 5 دقايق وانتي مهدية النار. بصوا يا جماعة، شايفين القوام حلو قوي كده. خلي بالك هتخشي التلاجة هتتقل. النقط السوداء دي من البنجر عادي مفيدة طبعا الانيميا، امال احنا جايبين البنجر ليه؟ بصي على المعلقة الملمس بتاعها عامل ازاي، يعني تحسي ان هي ايه قوامها مظبوط. بصوا القوام ده هو ده اللي انا عايزاه. وخلي بالكم هي الطماطم ما شاء الله ولا فيها بذر ولا اي حاجه، لان احنا اصلا ايه من غير تصفيه. اولا لما تيجي تختاري الطماطم برضو اختاري الطماطم اللي هي ايه ما بيبقاش فيها بذر، اللي هي الطماطم الكبيره شويه دي. تمام، ولو قابلتك واحده او اتنين يعني مش حوار يعني، خلاص. ولو حابه برضو ان انت تعمليها بقشرها وتصفيها مفيش اي مشكله. يتبقى عندنا خطوه اخيره، هي ايه؟ هي الخل. احط كده بسم الله، مش عايزه اكتر، بس عايزه المزازه اللي احنا ايه بنلاقيها كده. بصوا يعني معلقتين صغيرين، يعني بسيبت معلقه كبيره. عايزه اقول لكم ان الخل ده قمر، قمر بجد في البيت. ده 24 ساعه انت ماسكه الازازه، تنظيفات اي حاجه، الخل ده يعني الحمد لله تطهير لكل حاجه. تمام كده، هبدا بقى دلوقتي ان انا اصب الكاتشب القمر بتاعي ده ونقدمه مع بعض بألف هنا وشفا. طعمه تحفه، انا ذقته بصراحه. بصوا محرمتهمش من حاجه، حط لهم في ايه، في كله.
قالب زي ده وبرطمان زي ده وبرطمان زي ده. يعني عايزه اقول لك الكميه ما شاء الله اللهم بارك يا رب. لسه ما تقلش يا جماعه كل ده. بصوا لسه من قلب الايه، بصوا ما شاء الله روعه. لسه ولا يعني ولا دخلنا التلاجة ولا حاجه. في حاجه بس ملحوظه عايزه اقول عليها، ان انتي ما تغلطيش غلطتي لما تيجي تحطي، استني ما يهدى شويه. عايزه اقول لكم حطيت في البرطمان دي الله يرحمها، يعني استني ما يهدي شويه اما تحطي في برطمانات ازاز. تمام. حبيت برضو بصوا الجمال، روعه روعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الكميه، حلوه قوي خطيره. ودي طبعا بتاعت برضو، رغم ان انا عندي اللزه بتاعت الكاتشب بس كبيره قوي مش هتخش التلاجة بصراحه. بصوا بصوا اللون عامل ازاي، بصوا المنظر يا جماعه بجد وما شاء الله. بصوا الكميه، يعني عملت لي حوالي نقول ايه برطمانين ونص، يعني ده ما كملش. فهايل جدا يعني. وتعمل لهم شويه كده مايونيز او توميه كده وتحطيهم في باب التلاجة. واضرب بقى يا معلم، تحطي بقى على همبرجر صيفي، يعني همبرجر وصوصات وكفت الحاجات دي كلها. الف هنا وشفا. طعمه حلو قوي، القوام بتاعه مثالي يعني بصراحه. حاسه ان هو دقته كمان. حطيت رشه الملح، وتنسي رشه الملح عباره عن ايه، طماطم وخل وسكر وملح بس كده، حته فلفل حته بنجرايه، وبالالف هنا والشفا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زي السي فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.